طبعا انا من اكتر الناس اللي اتكلمت معاكم في جزئيه اعتراضات العملاء، هاندلنج اوبجكشن تكنيكس، ازاي نتعامل مع الاعتراضات. انا هقول لك النهارده على حاجه صغيره، تكنيك صغير كده هنصحك بيه. تكنيك اسمه بوست بون، يعني تاجيل الرد. لما العميل يعترض في بدايه كلامه قبل ما تشرح المنتج وعنده اعتراض، انصحك تطبق التكنيك ده. يعني ايه بوست بون؟ يعني تقول له النقطة بتاعت حضرتك نقطة فاليد ونقطة مهمة جدا جدا، بس اسمح لي قبل ما اقول لك عليها كنت عايز اقول لك على الميكانيزم بتاعنا 1 2 3 4 5 6. تعالى بقى للنقطة اللي حضرتك قلتها. ده اسمه ايه؟ اسمه بوست بون. لانك لو رديت عليه في بداية كلامك، انا لسه بقول له المنتج الفلاني، قال انا عارفه ده غالي. لو انت رديت عليه في غالي والزيارة كلها راحت والكول كلها راحت في قصة غالي، انت مش هتعرف تبيع المنتج. الحاجة التانية، الهاندل بتاعك مش مقنع، لان الراجل ما فهمش اصلا ايه المختلف بينك وبين غيرك وايه المزايا اللي انت بتقدمها والكلام ده. النصيحه الصغيره، بوست بون تكنيك تاجيل الرد على الاعتراضات. وده يستخدم لو جالك الاعتراض قبل ما تشرح المنتج، قول للراجل على اهميه الاعتراض واجله وما تردش عليه، خلص كلامك وبعدين ارجع له تاني. ما عدا الدرايفر، لان الدرايفر الوحيد اللي لو سال على نقطه معينه زي دي هيكرر كلامه وهيقول لك قول لي دلوقتي. ده اسمه درايفر، وده معروف طبعا التعامل معاه. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.